السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا صافا الحمد لله. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه بزاف سهله والاهم بنينه بنينه. شفتوا هذاك الحوت اللي يجي صغير، سردين هذاك اللي يجي صغير ومبزق وكاع. بزاف اللي نتقلقوا منه باسكو يكون صغير ومبزق تلقاش كاع كيفاش تقليه. دونك جبت لك وصفه سهله وبنينه، ديريها ودعيلي. راح نشلل السردين تشليله خفيفه برك ونحطه في الكسكس باش هذاك الماء قاع اللي يكون فيه يقطر، ومن بعد غادي نقيه نقلع له هذاك الريصه المسارينو. هنا وانا نقي في هذا السردين في نفس الوقت كنت نحفظ فيه بنتي تقرا في الروضه. كانت عندها مسرحيه كنت نحفظ فيها. ليسونسيال ما تابعتش باللي قصت الراس في الكسكس والسردين الاخرى قصتها في الساشيه. حتى دوكي قاعده ندير في المونتاج الفيديو باه فقت باللي غلطت. دروك كي تنقوا هذاك السردين لازم دروك نقوه من الشوك تاعو. شنديرو تضغطوا على الذيل تاعو وتنشعوا هذاك اللحم. طريقه بزاف سهله، تضغطوا على الذيل وتنشعوا هذاك اللحم. راح نكمل انا بهذه الطريقه كاع. جيبوا ربع حبات بطاطا اذا كانت صغيره، ويا عندكم بطاطا كبيره ديروا غير وحده وصاي. قطعوها كاريات كيما راكم تشوفوا في الفيديو. تبغوا ديروها تفور، تبغوا تغلوها. انا غليتها. ديروا غير شويه ملح البنات، ما تكثروش باسكو راح نزيدو نديرو في الحوت الملح وفي لاصوص الملح غادي يجيكم مالحه. سما في البطاطا ديروا غير شويه. كي دروك غليتها وكاع ايا مرستها ودرت معها مغرف زيت برك، يعني طيبتها نص طياب. ومن بعد جيبوا حبه بصل تكون متوسطه، ويا كانت عندكم كبيره ديروا غير نص تاعها. تبغوا ترحوها ولا ترابوها ولا تقطعوها كيما تحبوا، دونك دبر راسكم. قلوها في شويه زيت. راح نقلي هذاك البصل. وهنا غادي نخدم لاصوص. دونك هذه الطماطيش جبت 3 حبات والثوم. 2 سنيات درتهم في الحوت، درتهم في السردين، و3 درتهم مع الطماطيش درتهم لاصوص. ربيت الطماطيش ووجدتها درتها على جهه. هذيك البطاطا اللي كنا مرسناها قلت لكم قليتها في مغرف زيت غير نص طياب، وهذاك البصل اللي كنت قليته خلطهم. درت 2 سنيات ثوم مع هذاك السردين ودوك نخلطهم في رحبه. المهم خلطوا مليح باش هذيك البطاطا ما تقعدش تبان. خلطوها مليح مليح حتى اللي المكونات هذوك يتجانسوا. دروك راح ندير التوابل اللي يكونوا متوفرين عندكم ديروهم. انا درت شويه ملح، شويه راس الحانوت، شويه فلفله حمراء، شويه فلفل اسود، الحرور. ديروا تاني سكنجبيل عندكم والكركم. اذا عندكم تاني الحشيش قزبر ولا معدنوس تاني ديروا، راح يعطيكم بنه شابه. وخلاص هادو هما. دوك شنديروا خلطوهم مليح وديرهم كويرات صغار، يعني ديرهم لي بول صغار. تبغوا ترمدوهم في السميد رطب كيما انا هنا اللي مرمدتهم في السميد رطب، ولا الفارينه ولا الشابلور ثاني راح يجيكم مليحه. وديروهم بهذه الطريقه كيما خبزوهم كيما هكا، يعني ديريهم خبيزات كيما هكا كيما راكم تشوفوا. ترمدوهم وين ما حبيتوا وديرها بهذه الطريقه كيما هكا. طريقه سهله البنات.
وراح نقليهم. دوك راح نوجدوا لاصوص. راح ندير 3 سنينات ثوم قليتهم، ودرت معهم هذيك الطوماطيش 3 حبات اللي كنت رحيتهم، ودرت معها شويه ملح وشويه حرور، ما تكثروش الملح باش ما يجيكمش مالح. المهم قليتها وخلاص. تحبوا ديروها كيما انا هكا، انا نحبوها كيما كي نفرشها هي الاولى في الطبسي ونحط هذاك المعقود سردين فوقه، ولا تحطوا هذاك المعقود تاع السردين هذوك الخبيزات وديروا لاصوص فوقها. هذه هي النتيجه البنات، جربوها راح تجيكم تهبل، ما غاديش تندموا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. مازالوا عندي بزاف وصفات تاع السردين اللي يكون صغير ومبزق من هاد الدور، ان شاء الله تاني غادي نشاركها معكم. ايا دوك نخليكم يعطيكم الصحه، وحبيت نقول لكم باللي نشكركم بزاف على دعمكم وكاع. مازال ان شاء الله نشارك معكم بزاف وصفات وروتينات وكاع. اذا حبيتوا نولي نحكي لكم قصص يعني حقيقيه في الفيديوهات مع الروتين ولا طبخ ولا هكا، نولي نحكي لكم قصه. قولوا لي في لي كومونتير واش تحبوا. وهذه هي النتيجه، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا هذيك تاع لاصوص ناكلها انا وزوج، بالنسبه للاولاد ما يبغوش ياكلوها باللاصوص، دونك درتها لهم وحدها، خليت هذيك وحدها، درت زياده يعني منها للعشاء تاني. و وهذا كيفاش نقولوا له، حنا نقولوا له الفقوس، كان يقولوا له البطيخ. قولوا لي برك في لي كومونتير الولايات الاخرين كيفاش يقولوا لها. حاجه خفيفه ظريفه، دونك فطور صيفي ومهم لهنا وراحه البال. حبيت نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتبقوا على خير وتهلاو في روحكم، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.